السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. واخرين غننزل لكم الروينه اللي واقعه في الدار وهاد الاصلاحات كما سبق وشاركت معكم في الفيديو الاول. بعد الاخوات اللي طلبوا مني وبغاو الاصلاحات كما هي، حاولت انني ننزل لكم هاد الفيديو هذا اللي خديت منه مقتطفات من صور، يعني صعيب انني نصور لكم كل شيء، غير مقتطفات باش هكا نيت ما غاديش يجي طويل بزاف وفي نفس الوقت تاخذوا الفكره. بالنسبه للخدمه فين وصلنا البنات، هنايا غادي نمشي معكم دقه دقه. كتعقلوا على هذاك السقف اللي سبق وشفتوه معايا، يعني النوبه الاولى ما كاين تيبان والو، كان عندنا هذاك كارطون جيسو داك القبس اللي كان حد هذاك الحيط اللي فيه الاضاءه، يعني كان حدو حد تما. من بعد ريبنا كل شيء، حيدنا كل شيء، شفنا هذاك العلو كامل اللي كاين، لذلك غادي نستغلوه. حاولنا اننا نديرو حيط اخر هذا لاصق مع البانيو، مع الحمام لاصق معاه، باش هو اللي غادي نحطو عليه هذاك العود اللي غادي نسقفوه به. هذيك كما كانت النوبه الاولى كانت غير كارطون جيسو. المهم باش غادي نديرو هذيك السده هي اللي اولا ماتسارده، هي اللي غادي نديرو غادي نحطو على هذاك العود باش يجي مقاد بحالو بحال البانيو. مهم بالنسبه لما دخلنا لانستالاسيون ديال الضوء ديال الانترنت ديال البارابور التلفازه، يعني كلشي حاولنا نديرو لانقاسات بزاف. بالنسبه للاضاءه حاولت انني ندخلو، المهم داكشي البلاصه فين بغيت فيها الضوء راها دارت. كما كتشوفوا البنات، يعني حاولنا اننا نريب كل شيء. وكما كتعرفوا الواحد ملي كيبغي يخدم شي حاجه من النوبه الاولى، يعني راه كيعرف اشنو كيدير، كيعرف اشنو فين غادي يحط الاضاءه، فين غادي تدخلوا، فين غادي تكون التلفازه، فين غادي تكون. المهم هادشي كيكون كله كيكون ساهل عليك، عكس انك كتشري الحاجه كتهنسها على من بعد، يعني كتجي شويه صعيبه، ما كتلقاوش داك الاضاءه كما كان انا واقع ليا النوبه الاولى. كانت عندي صعوبه في الاضاءه، ما كنلقاهاش، يعني صعيبه، بخصوص هاد البني القديم كيكون شويه ما كيركزوش على الاضاءه بزاف. مهم البنات حاولت انني ناخد كاع دوك الافكار اللي كنت انايا كان نعاني منهم النوبه الاولى، حاولت انني نتفاداهم بحكم انها كان كل شيء كيتخدم من الاول. مهم هنايا كما كتشوفوا راني كنت كنحاول نشرح لكم، ولكن حاولت انني نسرع الفيديو باش هكا ما يجيكمش طويل. دابا بقى غير غيديروا المرطوب كما كنقولوا حنا على هاد الحيوطه كاملين، من غير هذوك الحفاري شتوهم راه داروهم، هذوك هما اللي غادي يجيو عليهم العود. غادي يدوز دابا المرطوب على كل شيء، دوزو على الارضيه من بعد ما سدو، دوزو تحت منها كما سبق وقلت لكم كل شيء يعني اللي غادي نحتاج. كيدوزو هاد الطبقه هذه رقيقه باش تساوى الارضيه، باش من بعد ما يديروا الزليج كتجيهم ساهله. وصافي دابا بقى غير الحيوطه حتى هما غادي يدوزوا عليهم المرطوب باش كلشي داكشي كيتقاد وكيتساوى، ولا كانت شي حفاره كتعمر وكيخليو الحفره اللي خصها تبقى يعني كتبقى، حتى هاد الحيط حتى هو غادي يدوزوا فيه المرطوب. وغادي عاد غادي تبدا تبان شويه بشويه، عاد كتبدا تبان شويه بشويه الخدمه. بالنسبه للبصلانه او الرمله، هنايا البنات راه كيستعملوا هاد النوع هذا، يعني كيكون هو مخلط في البصلانه وفي الرمله، يعني خنشه كتكون كل وحده فيها 25 كيلو، ولكن اللي كتكون فيها 30 كيلو. كتخلط بالماء. حنا خدمناها بهاد الماكينه هذه البنات اللي صراحه كتعاون بزاف، غادي تشوفوها معايا. هنا حاولت انني نضرب لكم طله من الباب ديال لا تيراس هكا باش تشوفوا تبان لكم الفكره واضحه. وهذاك هو السقف اللي حتى هو غادي يحيد. صافي تياخدوا هذيك البصلانه كدار في هاد الماكينه هذه. بالنسبه للناس اللي كيخدموا هادشي راه غادي يكونوا يعرفوا، كدار في هاد الاله هاد الماكينه هذه. هاد الماكينه كتبرونشا ديريت مع مع الروبيني، كيكون عندها واحد التيو خاص ديالها، كتكون هي كتاخد الماء وكتاخد كتخلط كدير كل شيء، ومن بعد كتصود داك البرودوي هو اللي كيديروا به المرطوب، او يمكن على ما كنظن هذا هو الاسم ديالها بالمغربي بالعربيه. كيدار المرطوب كما كيبان لكم كتجي ساهله، كتعاون في الوقت، وفي نفس الوقت كما كتلاحظوا حنا راه كان عندنا العلو بزاف، يعني لدرجه اننا اضطرينا نديروا البونتي تجي
في هذا في الداخل في الدار هكا باش يسهل علينا. وهاد بالطريقه هذه يعني كما كتلاحظوا كتسهل بزاف. هادو من الاشياء اللي حتى هي كتعاونك شويه على الوقت. صافي كيستمروا بحال هكا حتى كيرشوا الحيط كامل وكتكون واحد الطبقه نيت اللي كتكون سميكه. من بعد كيعاودوا يدوزوا عليهم غير بايديهم بواحد الملاسه بالملاسه وكيدوزوها وصافي وكتطواطا هذيك الارض السطحيه ديال الحيط. ايوا هذه من الاشياء اللي دائما كتخرج لك من الجنب الكالدايا. صدقت خسرت لينا في هذا الوقت هذا وفي هذه الاجواء هذه. صدقت خسرت لينا الكالدايا وانتم صعيب انتم عارفين هاد الوقت هذه صعيب انك تبقى بلا ما بلا سخونيه الدار، خصوص الدار تكون سخونه. ايوا واش نقول لكم، المهم لطف الله الحمد لله كتجي في الحاجه ما تجيش في الانسان. تحرقات لينا مع كانت ديك الاله اللي ديال المرطوب كانت كتشعل وكتطفى. كانت كطيح المكانه. المهم تحرقت لينا الكالدايا واضطرينا اننا نبدلوها. هي هذه صدقنا بدلناها جديده. ومن بعد صافي هذا بقى لينا غير السقف. هو هذا البنات السقف هو بداو فيه كيبان لكم هذاك الضوء من تما هذاك البلاصه عروها غادي يحيدوه كامل وانتم تشوفوه معايا معاري كامل. صافي هنا تحيد كما شفتوا تحيد الطيطو كامل اولا السقف كامل بقات تكون بلا طيطو سانسا طيطو. المهم هادشي حنا راه اصلا معولين عليه. يعني الواحد ملي تيبغي يدير شي خدمه راه تيكون مبرمج نفسانيا وكل شيء. يعني كنكونوا عارفين اشنو غادي نديرو. دابا بداو كيحطوا العود. واش ما ادراك ما هذا العود هذا اللي كان ثقيل بزاف بزاف ثقيل. انا حيت كنت نشوف من بعيد المهم هما مساكين اللي كانوا كيخدموا فيهم كان ثقيل العود. صافي هنايا كما شفتوا معايا غادي يكملوا يحطوا العواد. كاينين هاد العواد الكبار الوزن ديالهم ثقيل بزاف كما شفتوهم. وعاد وحدين اخرين هادو اللي كيجيو حتى هما على الطول شويه حتى هما خفاف ماشي ثقال بحال الاخرين. وعاد هادوك اللي كتجي وحده حتى وحده يعني كتكون وحده كتسد الاخرى كيجي واحد بلا كامله يعني كتسد ما كتبقى حتى شي حاجه كتبان. ايوا هما هادو البنات درت واحد الشرجم هكا في الوسط ديال في السقف من الفوق. هو هذا كيعطيني الاضاءه لداخل. هو لتحت من السقف غادي درت هاد العواد. داروا هاد العواد هاد العواد هادو من الفوق منهم غادي يجيو العواد الاخرين هكا غيجي داكشي مغطي كامل وغادي تبان بحال واحد الصاله اللي غادي تكون كبيره. صافي وانا حاولت هنايا نصور لكم شويه من الفوق. خليت لكم صور هنا من الفوق باش تفهموا شنو علاش كنهضر. واخا دابا الصور صراحه ما كيعطيوش الحق ما كيبينوش لك مزيان ولكن كنحاول انني ناخذ لكم غير مقتطفات. بداو في الزليج. وهذا البنات اختاريت واحد الزليج اللي يكون هكا كبير شويه مات. ما بغيتش هذاك اللي فيه اللمعه حيت كان عندي قبل وما بقيتش بغيته صراحه. هنا السقف صورت لكم خديت غير صور من الفوق. بالنسبه للبنات اللي سولوني وبغاو يعرفوا بالنسبه للتيتو راه التيتو كيفاش كيتخدم حاولت انني نشرح لكم غير شويه داكشي اللي عرفت انا. بالنسبه للعود النوبه الاولى من بعد كيديروا هذا الريزولانتي. هذا الريزولانتي عباره بحال الفرشي. هي تماما بحال الفرشي ولكن هذا السمك ديالها 8 سنتيم. كتكون بحال نتا وذكر كتخشى وحده على وحده يعني كيعطوك واحد كتكون متساويه هكا. من بعد عاد كيجي فوق منها هادوك الاحمرين اللي تيغولي اللي سميتهم لي تيغولي الا بقيت عاقله يمكن لي تيغولي كتبقى هذوك حتى هما كدار وحده على وحده. ولكن بالنسبه للريزولانتي هذوك الفرشي هذوك حنا درنا 8 سنتيم. هما كاينين على حساب سنتيم اللي بغيتو ولكن ماشي اللي بغيتو نتوما. هادشي كامل كيبقى على حساب الجيومترا. ملي كيجي النهار الاول وتياخذ لكم العبار حتى بالنسبه للعود وبالنسبه اي حاجه راه ما تيجيش هذاك اللي كيبني هو اللي كيدير راسو. يعني اي حاجه كتكون على اوراق وشحال ديال القياس ديال العود خصك تاخذ شحال القياس ديال الريزولانتي. اي حاجه كتكون داكشي بالقياس بالعبار. ما يمكنش انك
ما دير شي حاجه غير من راسك، مع العلم ان هاد العواد اللي درنا حنا يقدروا يهزوا حتى مو بالكامل، ولكن حنا غير سقف، مع العلم انه ما كاينش فوق منا شي حاجه اخرى. السقف ديالنا حنا ريوسنا، ما خدم معنا حتى شي واحد، ما عاوننا فيه حتى شي حد، راسنا ديالنا حنا بوحدنا. وملي كيكون واحد التيتو ديال كيكونوا في ديال 3 ولا 4 ناس، من طبيعه الحال راه كيخدموه الناس كاملين وكيقسموا داك الفلوس كاملين، ولكن حنا خدمنا ريوسنا. هنا كيكون الريزولانتي هما هادو كيفوق منهم هادوك لي تيغولي، هما هادوك اللي كيكونوا حمرين، وكيبقى داكشي غادي حبه حبه، يعني وحده كتحط حدا وحده. من بعد كدوز من الجناب ديالها، كدوز بواحد لاسكيومه كطرش. من بعد كيديروا بحال القواينه، هي عباره على بحال صباغه، كتكون بحال الصباغه ولكن بحال صباغه بحال البلاستيك، كتشد ما كتبقاش مازال تنوض مره اخرى. بالنسبه للشرجم اللي درت هو هذا الالكتريكو، يعني كتحكم فيه من التحت، كتحكم فيه بالتليكوموند. بالنسبه الا بغيت تحل الا بغيت تسد كتحكم فيه من عن بعد، عن بعد ولينا نقول شي عن بعد لا اله الا الله. المهم هذا بالنسبه للناس هو اللي انتريسي. كنحاول انني نحط لكم كل شيء وداكشي اللي قدرت عليه. وصافي لحد الان ما يجيكمش الفيديو طويل، غادي نخليه نسالي معكم هنا، وغادي نقول لكم ان شاء الله تشوفوا معايا ان شاء الله المطبخ وبيت نعاس حتى همايا باذن الله. خليت لكم الراحه ودعيو معايا يا ربي ييسر هاد الامور كامله ويعاونني على هاد الروينه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو مقبل. اترككم في رعايه الله ومع السلامه.